عملنا النهاردة العيش الفلاحي بدقيق الحبة الكاملة. طالع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طري وجميل جدا، وتقدري تفتحيه وتعمليه سندوتشات في منتهى الجمال، وصحي وخفيف جدا على المعدة. زي ما انت شايفة كده، شوفي الطراوة بتاعته ما شاء الله. كمان لو عندك كمية تقدري تحطيه في اكياس وتحتفظي بيه في الفريزر، وقبل الاستخدام بتطلعيه قبلها بساعة، بيبقى جميل وبيبقى طري زي ما انت شايفة كده. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونبدأ الفيديو بتاعنا. انا عندي هنا مكعب خميرة بيرة، هنزل عليه كده بربع كوباية مية. في الفنجان ده هو ربع بس، انا مش هختبرها ومش هحط لها سكر، انا بس عايزة ادوب الخميرة في المية. هدوبها كده واحطها على جنب. هبدأ كده اجيب البولة اللي هاجن فيها، وانا معايا اقل من نص كيلو دقيق. معايا كمان معلقة كبيرة سكر ورشة ملح صغير، مفيش بيكنج باودر، مفيش خل، مفيش اي اضافات ولا اي حاجة خالص. هو بس الدقيق والملح والسكر والخميرة والمية. نزلت كده بالدقيق وهنزل عليهم بالسكر والملح وهقلبه كويس جدا. المهم ان احنا كل مكوناتنا نقلبها كويس جدا مع بعضها عشان تدخل كده وتندمج مع بعض كويس. هنا كده هبدأ انزل بقى بالخميرة. طبعا الخميرة واخدة ربع كوباية مية. هقلب برضو الخميرة كده مع الدقيق والملح والسكر كويس، وهنبدأ مرحلة العجن بتاعتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أول حاجة بقى دي باقي كوباية المية، احنا أخدنا ربعها قبل كده على الخميرة وده 3/4، نزلت بيهم مرة واحدة. والكوباية التانية إن شاء الله هننزل بها معلقتين معلقتين علشان العجينة بتاعتنا ما تلينش مننا. هبدأ كده أقلب كويس برضو بالمعلقة، وهنزل بقى بمعلقتين مية، معلقتين كده. وهنا لقيت المعلقة مش هتنفع فهعجن بإيدي. طبعا احنا ما بنلتش العجين ولا بنخدمه، احنا بس بنلم العجين بالمية. هبدأ كده برضو كل شوية معلقتين كده لحد العجينة ما تتلم معايا كده وبقت زي ما انت شايفة. هبدأ بقى كده امسكها في ايدي، وكل اللي ضفته هنا بس حبايبي مسحة زيت بسيطة جدا للبولة اللي هخمر فيها العجينة، هي البولة اللي احنا عاجنين فيها. خلاص كده هغطيها بقى وهسيبها كده على الرخامة نص ساعة، لان احنا طبعا في الحر والعجينة بتختمر على طول. وغطيتها كده بالغطا وسبتها، وبعد نص ساعة حبايبي رجعت لكم. وده العجينة ما شاء الله لا قوة الا بالله، اختمرت اهيت وضعفت الكمية بتاعتها. هنا كده جبت الصينية، وطبعا هرشها كده برده، رشة رده فيها كده وعلشان العجينة ما تلزقش في الصينية. وهنبدأ بقى نكورها كده او نقرصها قرص قريبة كده من بعضها. وانا مش هكبرها علشان الفرن اللي انا هسوي فيه صغير، فمش هعرف اعمل كده شقة العيش الكبيرة زي بتاعت اهالينا، لا هعملها صغيرة شوية على قد الفرن اللي هسوي فيه. طبعا كنت بسيب مسافات بينها وبين بعضها علشان هي لسه هتخمر تاني فما تلزقش في بعضها. بنسيب على قد ما تقدري، بتسيبي كده حوالي سنتي او 2 سنتي مسافات بين كل قرصة واختها زي ما انت شايفة قدامك كده. خلاص كده هي الاحجام يعني مش زي بعض قوي بس قريبة من بعض شوية. وهبدأ بقى اكمل كل العجينة بالشكل اللي انت شايفاه ده. حبيبتي لو وصلت معايا لحد هنا اتمنى منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفرك ربي وأتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. ما شاء الله. نص كيلو دقيق اداني الكمية دي كلها، هو كان أقل من نص كيلو بس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا طرح فيه البركة. هنبدأ كده أغطيها برضو، ونبدأ برضو نفرده كده مع بعض على الرخامة. لو انت عاملة كمية كبيرة حبيبتي تقدري تعمليه تفرديه بالمكنة كده بتاعة الخبيز. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا غطيت الصينية بفوطة أو أي مفرش عندي
كده جبت الصينية بقى اللي هفرد عليها. طبعا الصينية دي انا هفرشها كده ملاية موجودة عندي، ما بستعملهاش طبعا الا في المخبوزات يعني. هبدأ كده افرشها على الصينية علشان العيش ما يلزقش في الصينية، ونبدأ كده نفرد مع بعض واحدة واحدة. انا هفرده بالطول، مش هخليه مدور، انا عايزاه يطلع زي العيش الفلاحي بالظبط، شوية العيش الفلاحي، فهعمله كده بالطول زي ما هتشوفوا معايا. جبت كده القطاعة الخشب وحطيت عليها ردة، رشتها رشة ردة، وحطيت عليها القرصة وفردتها بايدي شوية، وبعد كده فردتها بالنشابة. بتحطي برضو رشة دقيق صغيرة قوي على الوش علشان الرغيف ما يلزقش كده في النشاب. ودي كان اول رغيف معانا وحطيته على الصينية، وهنبدأ نعمل التاني بنفس الحكاية ونفس الطريقة. بتفرديه كده شوية الاول بايدك، وبعد كده بالنشابة بتبداي تعمليه بالطول، بتاخديه كده من بره من جوه لبره بالراحة قوي. ولو لزق ولا حاجة بترش تحته ردة، مفيش اي مشاكل ولا في اي حاجة خالص. وتبداي ترجعي تاني تفردي فيه. خلاص كده احنا هنخلص كل الكمية بنفس الحكاية كده زي ما انت شايفة. طريقة سهلة جدا وما فيهاش اي افتكاسات ولا اي تعقيدات خالص. كل شغلنا سهل وبسيط زي ما احنا متعودين في القناة مع بعض. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفرك ربي واتوب اليك. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة للي ما اشتركش. خلاص كده انا خلصت الكمية هي الاولانية. طبعا انت تقدري تعملوهم دور واتنين، يعني تقدري تحطي غطا تقلبي كده الملاية على الصينية على العجين ده على العيش بتاعك، وتحطي فوق كمان دور. بس انا عشان الكمية معايا قليلة فانا هحط دور واحد بس على الصينية، والشوية الباقيين هحطهم على الصينية التانية وخلاص على كده. انما لو انا عامله كميه بحطهم فوق بعض عادي، ما بيجرالهمش اي حاجه. في الحر ده بتحطي دورين على بعض طبقتين، وفي الشتاء بقى بتحطي 3 زي ما انت عايز. بس في الصيف ما تكتريش من اكتر من طبقتين عشان بيخمروا. دي كده الصينيه التانية برضو بدات ارصها بنفس الشكل ونفس الطريقه. وكده خلصت الكميه بتاعتي. ولعت الفرن، ده الفرن صغير، وطبعا مسحته كده باي خلقه عندي تكون نظيفه طبعا، والميه علشان اما احط فيه العيش يبقى نظيف ويطلع نظيف من تحت. طبعا الفرن انا سخنته الاول، وبعد كده دخلت فيه العيش علشان يستوي زي ما انت شايفه ما شاء الله. هو بمجرد ما بيسخن قوي الاول بتبداي كده تهدي من تحت عشان العيش ما يتحرقش منك او يتلسع من تحت. واول ما بيقب معاك او بينفخ كده بتبداي تعلله الشعل اللي فوق علشان ياخد لون. مفيش اسهل من كده طريقة للعيش الفلاحي بالحبة الكاملة. الحبة الكاملة بقى مش للتوست بس ولا للقرص والقراقيش بس، الحبة الكاملة لكل المخبوزات، زيها زي الدقيق الابيض واحسن كمان، وزيادة على كده ان هي صحية وخفيفة على المعدة. العيش كده اول ما بيتحمر انا بطلعه وبحطه كده في قماشة برضو ملاية، في حلة او في الطبق او في كيس علشان يفضل طري ولين كده وجميل. لو انت عايزاه ينشف شوية بتسيبيه شوية في الفرن، مش بتطلعيه على طول، وبتسيبيه برضو في الهواء بيبقى مقرمش وجميل برضو. خلاص كده اللي بيحمر كده بطلعه على طول وبحط غيره لحد ما نخلص العيش بتاعنا كله. ما شاء الله لا قوة الا بالله زي ما انت شايفة قدامك جميل اهوت. ببدأ كده ادخل العيش كده بالراحة بالمطرحة. انا عندي المطرحة الطويلة بس كبيرة قوي على الفرن ده، فمش بعرف اعمل بها قوي، انما دي صغيرة، هي مدورة صحيح بس صغيرة على قد الفرن ده. ابدأ كده برضو اضير العيش كده والفه علشان الناحية اللي مقبتش تقب كده من النار والسخونية، بيبقى بالمنظر اللي انت شايفاه قدامك ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما تصدقيش ان ده بدقيق الحبة الكاملة.
الكاميرا مش ثابته يا حبايبي عشان انا ماسكاها بس بايدي وبعمل بالايد التانية، فمعلش يعني اعذروني. خلاص كده انا خلصت، ودي النتيجة ما شاء الله لا قوة الا بالله. العيش جميل طري ولين، وتفتحيه من جوه تعملي فيه سندوتشات، تعملي سندوتشات تحطي فيه اي حاجة، ما شاء الله جميل جدا للفطار وللعشاء. ومش عايزه اقولك ان هو كمان بينفع في الغدا، جميل. لو عامله منه كميه تقدري تحطها في الكياس وتحطها في الفريزر وتطلعيها قبل ما تستخدميها، قبل الفطار او قبل العشاء. طريقه سهله وبسيطه وجميله جدا. الحبه الكامله دقيق صحي، سهل جدا وخفيف على المعده وسهل الهضم. وبكده خلصت وصفتنا النهارده، اشوفكم على خير الفيديو الجاي.